هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في قناة البنات. في بنوتة على القناة طلبت مني ان انا اعمل او اصور فيديو عن طقم الصيني بتاعي، وعملته بسرعة اهو، ونفذت ان شاء الله الطلب اللي هي طلبته. بصوا يا بنات، الطقم الصيني بتاعي هو تايلاندي، وبيتكون كل حاجة فيه بيتكون من 12 قطعة. يعني الأطباق الغويطة 12 قطعة، الأطباق المسطحة 12 قطعة، كل حاجة، الفناجين 12 قطعة، الأطباق، يعني كل حاجة. هو زيه زي أي طقم، يعني بيتكون 121 قطعة. وهوريهولكوا دلوقتي. ده كده يا بنات البراد بتاعه. بصوا شكله حلو قوي، هو على فكرة هادي جدا، انا جايباه هادي قوي يعني. هو لونه مش اوف وايت فاتح خالص، لا هو لونه يعني لو انا اعرف اللون شوية، اللون اللي هو اللي اسمه العاجي. لون العاج كده، لونه جاي على اوف وايت غامق شوية، وفي ذهبي كده. بصوا ايده، ده شكله. وبيجي كده من هنا زي كسرات كده موجودة فيه عشان يبرز الأماكن دي كده. فشكله حلو قوي ورقيق جدا. وبصوا جاي من هنا كده بشكل وردة، هوريها لكم في الأطباق بتبان أكتر. شكل وردة كده، وده الغطا بتاعه. وهو جاي كل الحاجات دي جاية بخطوط ذهبي كده. والخطوط دي على فكرة يعني ما بتروحش خالص، ولا اللون ده بيروح خالص خالص. فحاجة حلوة جدا. ودي كده اللبانة. بصوا شكلها برضو واخدة الشكل ده حلو قوي يا بنات. والقاعدة بتاعتها دي بصراحة هو انا حسيته هادي قوي وحاجة كده مش تقليدية. اهو يا بنات. بيجي بقى معاه الفناجين دي، بصوا شكلها عامل ازاي. لو يا رب بان بس الحاجات اللي هي الكسرات اللي موجودة في قلب الفنجان وفي كل حاجة، وريتها لكم. ودي ايده كده. ودي الاطباق بتاعته. طبعا انا قلت لكم ان كل حاجة بتيجي منها اتنشرات. ده الطبق كده اهو. آه، هشيل ده وهوريلكوا حاجة تانية. دي كده يا بنات، ده نظام السلاطين بتاعته. بيكون ليها يدين كده من هنا علشان خاطر لو شلنا فيها الحاجات سخنة ما تلسعش ايدينا. بصراحة عجبتني جدا، وشكلها جميل جدا جدا بصراحة، وحلوة حركتين الايدين دي. وبرضو شكلها بيجي كده اهو يا بنات، يا رب يكون بس واضح. اهو ده شكلها. دي برضو بيجي منها 12 يا بنات. وكل حاجة وريتها لكم، الأطباق، الفناجين، أطباق القهوة، أطباق الشاي، كل حاجة بيجي منها 12. ودي كمان دي بولة كده، دي بتاعت السلطة. ده شكلها برضو. بصوا قد ايه هادية وجميلة ورقيقة خالص. وبيجي برضو من هنا خط كده ذهبي، كله ذهبي اهو. دي بولة السلطة. دي يا بنات اللي هي اللي بيتحط فيها الصوص بتاع الستيك او الحاجات دي. دي مخصصة للحاجات اللي هي بتتصب، او صوص كراميل، صوص مشروم، اي صوصات يعني. هي دي القطعة دي معمولة علشان كده. ده بيكون شكلها، بصوا جاية بتعريجات كده من هنا. واليد بتاعتها برضو واخدة شكل حلو قوي ولونه ذهبي. ده كده بيكون شكلها. ده يا بنات الأطباق المسطحة بتاعة الطقم. بصوا هي على فكرة الطقم ده مظلوم خالص كمان في الكاميرا والله. هو واخد كده شكل الوردة. شوفوا كل الشغل ده واخد شكل الوردة المفسطنة، وفيها زي حاجات كده بارزة كده علشان تبرز شكل الوردة كويس. ده برضو بيجي منه 12 اهو. ده اللي هو الأطباق المسطحة.
دي يا بنات قطعتين الملاحات. ده برضو شكلهم جاي كده شكل البومبي كده، وبرضو واخدين شكل الوردة، وفيها برضو الخط الذهبي ده بيكون شكلهم. آه، لما بيترص بيبقى شكله حلو قوي يا بنات. بيكون شكله جميل جدا كده. طبعا هو مش مرصوص، بس حبيت ان انا اوريكم دول اللي انا عرضتهم، وهجيب لكم دلوقتي الباقي. ده يا بنات بقى البولة الكبيرة اللي هي بتاعت الطبيخ والشوربة والحاجات دي. ده بيكون شكلها، بصوا جاية شكلها بومبي كده، مدور قوي كده، وغطاها واخد شكل الوردة، زي ما قلت لكم ان هو كل الطقم ده واخد شكل الوردة المفسطنة، وايديها كده ذهبي، شكلها عسول قوي ورقيق. بصوا، وهي مدورة قوي كده. ثواني اهو، بصوا واخدة الشكل المدور ده، وده شكلها من قريب. حلوة جدا، وشكلها فعلا على السفرة بجد هي شكلها هيدي قيمة كده للسفرة. اهو ده شكلها من جوه. عايزة اقول لكم ان ملمسه فظيع فظيع بجد، وتحسوه رايق قوي كده، وهادي خالص. آه دي برضو الاطباق اللي انا وريت لكم منها المسطح. ده الاطباق الغويطة. بصوا شكلها، شوفوا الخطوط دي اللي تدي شكل اللي مديه شكل الوردة كده، وبرضو ده شكله على هيئة وردة خالص برضو. ده الأطباق الغويطة من الطقم. برضو ده الفناجين بتاعة الشاي اهو، زي فناجين القهوة بالظبط. آم، بس ده على أكبر شوية. اهو يا بنات، ده كده الطبق بتاع الفنجان، ده شكله. وحلوة قوي القعدة بتاعته كده من تحت، شكلها حلو قوي. انا بصراحة عجبني الطقم ده جدا. واول لما شفته ما شفتش حاجة بعده، قلت هو ده اللي انا عايزاه، وهو ده اللي انا هجيبه. لاني حسيت ان هو مش يعني مش فيه رسومات كتير. ما فيهوش اي حاجة، هادي جدا. وهيدي شكل حلو قوي، وهو محطوط ان شاء الله في النيش مع الاضاءة بتاعة الريسبشن والحاجات دي. واللون ده بيبقى تحفة قوي في الصيني. فده شكله. دي يا بنات، دي كده السكرية بتاعت الطقم، ده شكلها كده. شوفوا واخدة برضو شكل الوردة اهو. بصوا واخدة شكل برضو الوردة المفسطنة، وده شكلها كده من جوه، وليها برضو القعدة بتاعتها كده. ودي طبعا انا وريتها لكم، دي اللي هي بيتحط فيها اللبن. طبع الطقم بتاع الشاي والقهوة برضو. ده الطبق الكبير المسطح. ده مش السرفيس، لا ده اطباق كبيرة كده. ده برضو جاي منه 12. كل حاجة يا بنات جاية 12. علشان بس البنات اللي هي لسه بتجهز او لسه ما اشترتش اطقم الصيني. كل الحاجات دي بيجي منها يا بنات 12. القهوة، الشاي، فناجين القهوة والشاي والاطباق الغويطة والمسطحة، كل حاجة بيجي منها 12. ده كده شكل الطبق المسطح بتاع الطقم بتاعي كده. ده شكله برضو واخد شكل الوردة اهو. آه، ده بقى يا بنات، ده السرفيس اللي هو الكبير. بيجي كده شكله برضو نفس اللي هو المسطح الكبير، بس ده اكبر اهو. ده شكله كده. وده يا بنات بيبقى شكل كده الاطباق وانتي بتحطها رصها على السفرة. بيكون كده طبق كبير وطبق صغير. بصوا شكلها حلو ازاي، كلها واخدة شكل الوردة، فشكله حلو قوي. وجاي برضو
طبق سيرفيس بقى بيضاوي. ده شكله، ده جاي على هيئة بيضاوية كده، مش وردة يعني، مش مدورة. ده بيضاوي. وجاي ده برضو مش السيرفيس، ده طبق كده بيتحط مثلا فيه مقبلات او حاجة او صوصات، سلطة طحينة، حاجات زي دي. برضو بيكون ده شكله. حلو جدا يا بنات الطقم ده. آه، بصراحة عجبني، يا ريت تقولوا لي رأيكم برضو، اخد رأيكم. الطقم ده يا بنات كان عامل من 10 شهور، انا جايباه من 10 شهور. كنت جايباه ب5000 جنيه. و... وسألت عليه لسه يعني من فترة، من أسبوع أو أسبوعين. لقيته بقى ب11,500. فبصراحة فرحت وزعلت. فرحت لأني أنا الحمد لله جبته بسعر كويس ولحقت. زعلت لأن في طبعا الأسعار بقت غالية جدا، وبقت حاجة يعني لا تطاق بصراحة. فده كان سعره، وده شكله. يا رب اكون قدرت يعني افرجكم عليه كويس. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. وان شاء الله مستنيه تعليقاتكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم ايه فيه. وبحبكم جدا، وميرسي لكل البنات اللي بتعلق لي. وباي باي.